أعزائي المشاهدين، مساء الخير على حضراتكم جميعا. دمتم دائما وأبدا في أمان الله. الموسم الجديد من برنامجكم مع الجمهور وأولى حلقاتكم النهاردة هنتكلم في بيت الفلاح. قبل ما نبدأ في أي حاجة عايزين نقول للشعب الفلسطيني وإخواتنا في غزة احنا معاكم قلبا وقالبا حتى تنالوا حرياتكم، ونعزيهم في كل ضحاياهم، وإن شاء الله قدما إلى أن تاخدوا حقكم كاملا. خلوني في البداية أنوه إن احنا مع الجمهور أينما كان. النهارده معانا ضيف حضراتكم المهندس احمد مصطفى، صاحب ومدير الشرق الاوسط للتطوير الزراعي. هيكلمنا النهارده في بيت الفلاح المصري. يهمنا ان الفلاح المصري يبدا في تطوير ذاته ويشتغل على نفسه كويس. خلونا نرحب بضيفنا. مرحب بيك يا باشمهندس احمد، نورتنا في الاستوديو. الله يخليك يا باشمهندس. وعايزين حضرتك بقى تكلمنا كده باستفاضه الفلاح المصري يطور من نفسه ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نتكلم في الأول إن الفلاح المصري هو 85% من اقتصاد مصر. كل الشركات الكبيرة اللي موجودة في اقتصاد مصر الزراعي والإنتاج الحيواني لا تتعدى 15%. طيب في تقرير، خلينا الساده الجماهير بعد نستاذن الباشمهندس احمد نطلع نشوف التقرير. النهارده في محطه من محطات كاميرا مع الجمهور داخل مكان عريق جدا بيهتم بالتنميه والتطوير الزراعي مع المهندس احمد مصطفى، الشرق الاوسط للتطوير الزراعي. تعالوا بينا نشوف ايه قصتهم. الناس دي عاملين حكايه ودنيا تانية. تعالوا معانا. باشمهندس احمد، السلام عليكم. السلام. قول لنا بقى ايه قصه البولونيا وايه البوني كام. احنا عايزين نفهم الساده الجماهير ايه المسميات اللي بيسمعوها دي. الاول بسم الله الرحمن الرحيم. قبل اي حاجه اعرفكم بنفسي، المهندس احمد مصطفى احمد، رئيس مجلس اداره شركه الشرق الاوسط للاستثمار والتطوير الزراعي. احنا هدفنا تطوير الزراعه في مصر، تمام، واستخدام تكنولوجيا الزراعه لتقليل التكلفه وزياده الانتاج. وبدانا نشوف ايه الحاجات اللي مؤثره جدا في حياه الانسان. رقم واحد لقينا الانتاج الحيواني. طب لقينا الانتاج الحيواني يعتمد على الانتاج الزراعي، تمام. قولا واحد. فبدأنا نشوف ايه البدائل اللي ممكن الحيوان يقدر يعتمد عليها في التغذية ويجود لنا معدلات اللحم ويجود لنا انتاج الالبان والبنط بتاع اللبن. فربنا كرمنا بحاجة اسمها البونيكا. الكلام ده جبناه من دروب مصر، من جنوب مصر، من النوبة. اذا هو مصري؟ مصر. وجايبه من امهات مصريه. انا جايبه من امهات 20 سنه. وبدات اشتغل عليه بشكل هندسي. بدات اعمل له عمليات اكسار، بدات اعمل له عمليات امهات في المناخ بتاعنا الموجود، واشوف معدلات انتاجه ايه. توجهت لوزاره الزراعه، جبتهم عملوا معايا لجان متابعه لمده 5 سنوات، حتى اثبت ان هو تقدر تستخدمه كماده علفيه بنسبه تصل الى 70% من مكونات العلف. 70% من مكون العلف؟ يعني كلام حضرتك للجمهور والفلاح البسيط. خلينا نتكلم الفلاح البسيط عشان يفهمنا بطريقه بسيطه. انا كمربي وبشتغل في الانتاج الحيواني، والفلاح البسيط عنده راسين 3 5 10. الموضوع العلف حافظنا على السلاله من انها تختلط باي سلالات تانية، لان البونيكام على مستوى العالم كتير، يعني في انواع تانية. كتير. بس كل صنف حسب نقول خط العرض. اقدر اعتمد قد ايه عليه؟ انا قلت 70% تصل 70%، يعني 30%. عشان الناس اللي فاهمه والناس المربيه تفهمني على طول دلوقتي. احنا كده في الانتاج الاعلاف بنعتمد في التغذيه على 50% اخضر اللي بنقول عليه فورج، تمام، و50% من البقوليات. بني كام مصر الفرعوني، بني كام الشرق الاوسط 002 اللي هو من فصائل قصب السكر الاحمر. يعني مصطلح غابه يطلق عليه ولا ما؟ لا، انت بالنسبه لك بالنسبه لي انا غابه. هي غابه بجد. طب تعالوا كده بينا ندخل جوه الغابه دي. تعالى يا باشمهندس محمد، تعالى يا مخرج، تعالى. ممكن نقف هنا ونشوف المهندس احمد هيقول لنا هو ده البونيكام يا هندسه؟ ده البونيكام المصري. البونيكام اللي بيدينا، اللي يهم من امهات مصريه، بتلاقي فيه كل الدوره الفسيولوجيه بتاعته، اللي هو من اول المجموع الخضري لغايه البذره، تمام. المهجن ما يديش الكلام ده.
فالكلام ده تعرف ان السلاله بتاعتنا ديت سلاله منتظمه في الجينات الوراثيه بتاعتها، لان الدوره بتاعتها دوره الانتاج بتاعتها مكتمله. هو بيغير شكله في الشتاء بيبقى عامل زي كده، بيرجع للامهات الاصليه اللي هي الايه، الفصائل بتاعته اللي هي من قصب السكر الاحمر. طب تمام، لو هنيجي نبص كده هتبص هتلاقي ادي ايه، شايف ادي دور. يعني نقطع واحده عشان تيجي نوضحها. بص يا فندم، بص ادي العود اهو، حط ايدك عليه كده من تحت، املس. املس زي القصب، مفيش اشواك زي القصب. ادي عقله قصب، ادي عقله قصب، ادي عقله قصب، ادي عقله قصب. طيب ايه كمان؟ شغل الدرويات اللي هو من عند كل ورقه بيطلع كوز زي الذره. بص ادي ايه، ادي دور ومطلع الشواشي بتاعته اللي هي نسبه البروتين بتاعها ال 18%، وفيها زيوت انتي اوكسيد، طلعت منها زيوت انتي اوكسيد. طب تطلع فوق كمان ادي دور، ادي تطلع ادي دور، ادي تطلع ادي دور، ادوار زي ليه طول معين؟ يعني ممكن يوصل لغايه قد ايه مثلا؟ بسم الله ما شاء الله، يعني احنا واقفين اهوت معديين ال 175 وهو معدينا. ده حوالي 2 متر تقريبا. معدينا كمان. تمام. والوقت ده الحيوان ياكله عادي يعني؟ لو احنا بصينا عليه كده عشان نقول موضوع الحيوان، هتبص هتلاقي ورقه مع ورقه مع ورقه مع ورقه. ده طري. تمام. وفي نفس الوقت تلاقي الليف اللي هو بتاع قصب السكر جوه، اللي هو الالياف. صحيح. البيضه اللي جوه دي. تمام. تدوقه تلاقيه مسكر، ريحته طيبه. يعني فكده ده كنز. ده يخلي لك جوده في اللحم، جوده في اللبن، صحه عامه للحيوان ممتازه. وفي نفس الوقت كمان، وبقولها بكل صراحه، لو انت حبيت تقدر تاخد منه وتشتلها في مشتى، ما تزرعهاش في ارض. يعني انا قلت للساده الجمهور دلوقتي ان حضرتك هياخد الشتله ويزرع انا السنه دي ان شاء الله، لاول مره السنه دي ان شاء الله هوزع بذره لمصر. البذره ان شاء الله. تنفع للاسماك وتنفع للطيور. يعني طيور واسماك. شايف دي؟ بص حضراتكم. شوف انا طلعتها من ايه، من كده بس، انا عملت كده بس. المعده بتاعتها حويصله مش كرش. ايوه. فبتحتاج بروتين عالي وطاقه عاليه وما فيهاش الياف، فدي تصلح. لا اعلى موضوع كبير يا باشمهندس احمد. يعني خلينا واحده واحده علينا علشان الساده الجماهير يعني تستوعب زي ما انا بحاول استوعب. الموضوع سهل. يعني انت بتدور على ازاي تقدر تعمل انتاج حيواني بالاعتماد على نفسك. شجره واحده وعامله لي كل ده، يعني انتاج حيواني، ابقار وماعز الفدان، لو انت بصيت، لو احنا كده خدنا فيو، الفدان بياخد قلنا 16000 نبات. تمام. لو حجم النبات الواحد اهوت، الكلام دوت بعد 4 شهور من زراعته، لو ادانا كيلو واحد، دي اول سنه، يعني انت عندك 14 طن كل شهر. طب لو انت كمان 14 طن كل شهر، ده ايه في اول 4 شهور. بعد كده بتزيد. طيب كمان لو انت قدرت تاخد البذور دي وتعملها زي الذره وتعملها مركزات علف، لان فيها نسبه البروتين عاليه ونسبه الطاقه عاليه والاحماض الامينيه عاليه. تمام. يبقى كمان وفرت المركزات اللي انت بتشتريها من بره. ما انا بقول لحضرتك الموضوع، ان حضرتك عايز كيميائي وعايز فسيولوجي وعايز كل تخصصات الكيمستري مع لا والله الموضوع سهل، موضوع سهل. وطالما الموضوع سهل احنا هنبقى مع المهندس احمد مع تواصل ده بعد اذن حضرتك. تحت امرك. المهندس احمد، يعني زي ما قلت لحضراتكم الموضوع شيق جدا، الموضوع بجد يستاهل البحث والدراسه، ويستاهل ان احنا نعمل عليه بجد. أعزائي المشاهدين، رجعنا لحضراتكم سريعا بعد التقرير الجميل من المهندس أحمد مصطفى. حب يتكلم باستفاضة لكن لم يسعنا الوقت في التقرير، وهو معنا داخل الاستوديو هيقول لحضراتكم كل ما هو يفيد الفلاح المصري. ونرجع له تاني يا باشمهندس أحمد. اهلا بيك يا فندم. ايه الأخبار؟ الحمد لله. معانا على الهواء ولا خرجت بره الهواء؟ لا معاك ما تقلقش. طيب بص يا باشمهندس أحمد، احنا طبعا يعني احنا كنا نوهنا ان الحلقة في بيت الفلاح. تمام. واحنا النهارده مع الفلاح قلبا وقالبا عشان نفهمه، وعايزين الفلاح بتاع زمان. تمام. الفلاح اللي بينتج، الفلاح اللي عنده ابقار، اللي عنده جاموس، اللي عنده غنم، اللي عنده بط ووز وفراخ وعنده الدنيا دي كلها. تمام. عايزين نوصل له معلومه احنا ازاي نحافظ على الثروه الحيوانيه، بما ان التقرير شمل ان في جزء زراعي وجزء ثروه حيوانيه. حضرتك هتكلمنا على البونيكام 002، وهنتكلم على البولونيا اللي هو انتاج الاخشاب. فحضرتك قول لي نبدا ازاي مع الفلاح ونقول له عايزين نحافظ على الثروه الحيوانيه، نحافظ عليها ازاي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. احنا خلينا نتكلم الاول احنا زي ما قلنا 85% من انتاج الزراعي في مصر والدلتا كلهم فلاحين. حتى انت فلاح وانا اصلي فلاح وكلنا اصلنا فلاحين. ففي الفتره الاخيره دي ما عادش فيه فلاح. كله بقى عاد يروح يشتغل في العاشر، يشتغل في اكتوبر، يشتغل. وعدد الناس الكبيره احنا موجودين على ارض الواقع هي اللي موجوده دلوقتي ولسه محافظه على الاصول بتاعتها. طب ايه السبب؟ دي ثقافه يعني دي خلاص يعني يقول لك ولا عدم توجيه ولا هو ولا ايه؟ مش يعني تغيير ثقافه بالعولمه اللي احنا موجودين فيها، بسرعه الحياه. ما حدش عاد بقى هينزل يمسك فاس ويفتح قنايه ويعمل. اللي عنده صبر، لان الزراعه صبر، والجيل الجديد ما عادش فيه صبر. فاحنا بنقول ليه فئه الفلاح احنا لازم نبدا نرجع الزراعه تاني، نرجع الفلاح لمصر. لان خلاص يعني الدلتا بدات الزراعات فيها تنحصر، اتجاههم كله عايز يبني عشان يتجوز. ما هو كده كده شغال في اي حته من اي مصانع. طيب عشان نوفر له نتجه نبدا للزراعه الحديثه، نطور نفسنا زي ما العالم كله بيتطور. يعني حضرتك عايز تطور الفكر الفلاح؟ تمام. يعني عايز تقول له مثلا هنزرع، يعني حضرتك مثلا احنا وجدنا لك بديل. يعني دايما خلينا بنقول نتكلم اساس بيت الفلاح ايه؟ البيت والزريبه والعشش. تمام. وحياتهم الانتاج الحيواني. وفي قرى معروف عندنا، يعني مثلا ناحيه اسكندريه من اول شباب 1 لغايه شباب 10 وشباب 11 انتاج حيواني بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله. الصلاحيه الجديده انتاج حيواني بسم الله ما شاء الله. داخل كل قريه ما فيش بيت ما فيهوش انتاج حيواني. مشكلتهم الاساسيه ايه؟ العلف. وكمان مش من ثمن العلف الغالي، لا كمان جوده العلف. لما انت بتاكل، يعني انا قلت مثلا ان البونيكام انتي اوكسيد. يعني ايه انتي اوكسيد؟ انتي اوكسيد ديت بس اللي هو هنتكلم، بس خلينا نتكلم يعني اللي هو كل يعني بيعمل اكسده في الدم. يا باشمهندس احمد، احنا عايزين نكلم الفلاح البسيط من انا معاك فعايزين نوصل له، هو مش هيفهم ايه انتي اوكسيد. يعني الفلاح اكتر حاجه بتخوفه ان البهيم بطنه تتنفخ. يمرض. تمام، يمرض. تمام. فالمرض ده جاي منين؟ جاي من العلف اللي هو مش مظبوط والاكل اللي هو مش مظبوط. لكل هرمونات وكله مش عارف سواء. تمام. طيب يعمل ايه؟ يبدا يجيب دكاتره ويبدا يجيب بيطري ويبدا والبهيم عنده يبدا الحاله الصحيه بتاعته تنزل، وعشان ترجع تاني بتاخد وقت. طيب قلنا ايه؟ الاكل النظيف يدي لحم نظيف ويدي لبن نظيف. تمام. ربنا كرمنا بالبونيكم. البني اللي هو في اللغه الدارجه الهولنديه اللي هو الخيل المقزم. قم اللي هو الاكل. تمام. معروف ان هو اكل الخيول. طب ليه معروف ان هو اكل الخيول؟ عشان ما بيعملش انتفاخات في المعده، ما بيعملش غازات، ما بيعملش اجسام. لو حبيت اسال حضرتك حصلت عليه ازاي؟ يعني حصلت على البونيكم ده ازاي؟ هو رحله، يعني هو ممكن يبقى سؤال بايخ شويه. لا 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 لا, لا. اتفضل. هي كانت رحله طويله شويه، يعني من الشغل القديم اللي انا كنت موجود فيه. من دروب مصر. يعني وادي اسمه وادي الهلاك على حدود ما بيننا وما بين السودان. ولقيته مزروع مع ناس نوبيين هناك بقاله اكتر، بيزرعوه بقاله اكتر من 20 سنه. ولما رجعت كمان للمخطوطات الفرعونيه لقيت ان هو موجود عندهم. اذا ده مصري مؤصل. مصري مؤصل. مصري مؤصل. ده ثروه، واحنا يعني